السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من شهيوات وحلويات جيهان. آية، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي تمام الصحة والعافية. تحت الطلب ديالكم غادي نواصل معكم السلسلة ديال التحليات. شاركت معكم قبل تحلية الكنافة أو حالة الخشخش، وغادي نشارك معكم اليوم ديال الاوريو ديال لوتيس. كاينين بزاف ديال الانواع، غادي نشارك معكم جميع التفاصيل، شحال الكمية كتعطيني، وكذلك الثمن باش كنخرجهم، الطريقة ديال التسويق ديالهم سبق لي شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل. فكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، شاركوا الوصفه مع الاصدقاء والعائله. الا كنتو كتشاهدوا الفيديو لاول مره فما عليكم الا تشتركوا في القناه بالضغط على زر ابوني او اشتراك مع تفعيل الجرس باش كتوصل دائما بجديد الوصفات ديالي. بلا ما نزيد نطول عليكم غادي نمر مباشره المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوا البسكوي. انا البنات عندي بسكوي ديال لوتيس، خديت غير باكيه وحده، ما غنديرش كلشي لوتيس، غادي نخلط معاه بسكوي عادي، ما تخافوش كيجي المذاق ديالو زوين. وبالنسبه لديال الاوريو راني كنخدم غير بهذا، ايوا كيطيح شويه اقتصادي، وانتم غادي تخدموا على حسب شنو دايرين مع الكليان او لا، على حسب الثمن باش كتخرجوهم. كناخذ كميه من داك البسكويت لوتيس وغنزيد عليه بسكوي عادي، كنطحنهم في الهاشوار. بغيتو ديروا الطحانه ممكن، انا كنديرهم في الهاشوار لان كنبغي يبقى شويه مهرمش، ما كنبغيش يجي مطحون منيل مزيان. بالنسبه للبنات هاد البسكويت اللي سولتوني عليه بزاف الاسئله جاوني عليه، هاد الباكيه ديال هيرنيس كاين فيها صابلي كاين فيها هيرنيس، هذيك كناخذها ب 11 درهم، كتبقى شويه اقتصادي. وانتم كتقدروا ديروا اي نوع ديال البسكوي. ضفت واحد شويه ديال الزبده باش يجيني شويه داك البسكوي مرمل، طحنته وحطيته جانبا. وبالنسبه للايو ما غنديرش معاه الزبده لان في ديك الكريمه اللي الوصفه هذيك هي كترطبوا لينا، ما غنحتاجش ندير معاه الزبده. حتى هو كذلك ومثال كنطحنو حتى هو في الهاشواغ، ما كنديروش في الطحانه، نحطو حتى هو جانبا. يعني كنوجد مكونات كاملين. هنا غادي ناخذ الجبن، اي نوع ديال الجبن ممكن تخدموا به، تاخذوا داك ديال سطيله، تاخذوا جبلي، اي نوع ديال الجبن. درت تقريبا 3 معالق كبار، تقريبا شي 200 غرام، تقدروا ديروا حتى اكثر. انا هذه الكميه اللي كانت متوفره عندي. انا غادي نعطيكم شحال درت المقادير باش تعرفوا شحال تخرج لكم من علبه وشحال تقدروا يعني تحسبوهم. ضفت 500 ملي ديال الكريمه سائله اللي ضروري انها تكون بارده، اما ديروه لالا او سنيل او اي كريمه عندكم. وكنطرب بطبيعه الحال كتزيدوا واحد شويه السكر، لان واخا الكريمه حلوه فراه الجبن خاصو حتى هو الحلاوه ديالو. كنضيف شويه السكر، ممكن نضيفوا شويه نكهه الناطه، انا كندير نكهه الناطه، ممكن ديروا الفاني اولا تنكهوا اللي بغيتو اولا ديروا النكهه ديال الكراميل، كيبقى داكشي على حسب الرغبه ديالكم. حتى نكهه القهوه كتجي زوينه. كاينين تحليات كندير تما في مذاق القهوه، الا يعني تسنات لي الظروف غادي نشاركهم معكم حتى هما. ملي ساليت قسمت هاد الكريمه اللي طلعت على جوج، وحده ضفت ليها من داك البسكوي اللي طحنت اللي خلطته مع اللوتيس، وحده ضفت ليها الاوريو. بالنسبه لهاد الكريمه د اللوتيس ممكن تضيفوا ليها زبده د اللوتيس الا كانت عندكم، انا ما كانش متوفره عندي خدمتها غير بحال هكا. الا يعني الا زدتوا ليها الزبده ديال اللوتيس كتجي الصراحه المذاق ديالها رائع. كندير الكريمه اللي خلطت في شي بوش اولا كديروها في بلاستيكه باش هكا كتسهل عليكم الخدمه. هنا بغيتو ديروا طبقه البسكوي وطبقه الكريمه، ممكن بغيتو ديروا طبقه الكريمه والوسط ديروا البسكوي، ممكن كيبقى داكشي على حسب الرغبه ديالكم. انا كل مره وشنو كندير، درت طبقه هكا ديال الكريمه، مادام انني الكريمه دايره فيها البسكوي فما درتش طبقه من التحت ديال البسكوي، وعاد غادي ندير الوسط طبقه يعني مهمه ديال البسكوي. حتى الا ما بغيتوش ديروا لوتيس كيف قلت لكم تقدروا ديروا اي نوعيه من انواع ديال البسكوي. هاد الكريمه اللي طلعت ممكن تضيفوا لها نسلي كراميل حتى هو كيجي معاها زوين. كيف قلت لكم ممكن تضيفوا زبده د اللوتيس او النكهات نتوما اللي كتحكموا فيهم. صافي كندير طبقه هكا ديال البسكوي ونعاود ندير طبقه اخرى ديال الكريمه. اللي ما بغاتش الزبده في البسكوي ممكن ما ديرهاش، ولكن هي صراحه كتجي حسن، كيجي داك البسكوي رطب وكيجي زوين. غير هو ديروا البنات الزبده سبيسيال او الزبده ديال الاكل، ما ديروش مارغرين، ما ديروش الزبده ديال العلبه باش ما تخسروش المذاق ديال التحليه ديالكم. كندير طبقه ثانيه ديال الكريمه. هنا خوالي البوش غنعاود هو نفسه نعمرو بالكريمه وغادي نكمل الخدمه ديالي. طبقات بطبيعه الحال هنا كيبقاو على حسب الغرق ديال العلبه، هذه العلبه ديال الرابعه هي اللي كنخدم بها. الكريمه ملي تجيو تطلعوها ما تطلعوهاش بزاف تولي ثقيله باش ما تعذبكمش، خليوها شويه هكا رطبه باش هكا كتحكموا فيها. ملي كندير بحال هكا بالبوش راني كندير معلقه وكنقاد هكا واحد شويه السطح ديال هاد التحليه هادي. وعاد في الاخر غادي يبقى التزيين. هنا التزيين كيبقى اختياري، انكم تزينوا بالكراميل، تزينوا باللوتيس، تزينوا
بالبسكوي، باللوز، بفواكه جافه. ممكن كذلك ديروا لداخل فواكه جافه او ديروا من الفوق تزينوا بالفويتين، كيبقى لكم يعني كامل الاختيار. انا غير داك البسكوي اللي بقى ليا غادي نزيدو هكا من الفوق، وغادي نخليه حتى الاخير، وغادي نزوق بنسلي كراميل حيت كان عندي متوفر بقى ليا من التحليه اللي قبل. اما هو راه ماشي ضروري انكم ديروه، ممكن ديروا كراميل اللي هو صنع منزلي، حتى هو التزيين ديالو كيجي زوين وكيجي رائع. درتو غير في بلاستيكه، ما بغيتش زعما نضيع البوش كامل على ود الكراميل، وكندير هكا خطيطات عشوائيين من الفوق، وكنحط عليهم بسكويه وحده ديال لوتيس. ممكن ديروا يعني تزين، ديروا البسكوي عادي، ديروا داكشي اللي بغيتو. كيجي صراحه الشكل ديالها زوين. هذه ديال لوتيس هي مطلوبه بزاف عندك هي، وديال هادو التحليات اللي شاركت معكم هما اللي مطلوبين بزاف، ديال الاوريو، ديال لوتيس، وديال الكنافه اولا حلا خشخاش. هادو هما اللي مطلوبين بزاف. هنا درت طبقه ديال الاوريو، وغندير طبقه ديال الكريمه، كذلك ممكن هنا تضيفوا الكراميل الا بغيتوا تضيفوه. وبنفس الطريقه غادي نواصل ندير طبقه ديال الكريمه ونقادها مزيان هكا بشي معلقه ولا شي حاجه، ونعاود ندير طبقه ديال الاوريو اولا ديال الايو، ونعاود ندير طبقه من الفوق ديال الكريمه. يعني الطبقات كيف قلت لكم نتوما كتحكموا فيهم. بالنسبه لي كيسولوني على هاد العلب، هاد العلب كتباع عندي كيبيعوا لوازم الحلويات اللي كيخدموا هادشي ديال لومبالاج، فهما موجودين. هادو كيديروا نص درهم، يعني 10 ريال الوحده. كاينين كاينين الكبر منهم كيكونوا بدرهم، كاينين ديال درهم ونص، كاينين ديال 2 دراهم، على حسب الكميه اللي غتاخذوا. الا كنتو تاخذوا كميه كبيره فراه كيتقاموا رخاص، لان كيحسبوهم عليكم بثمن ديال الجمله، ماشي بحال اللي غتاخذوا غير حبات قلال. صافي كيف قلت لكم غندير طبقه اخرى ديال الكريمه، وغادي نقادها معلقه من الفوق، والتزيين عاوتاني كتزينوا على حسب الرغبه. هاد الكميه اللي شاركت معاكم ديال نص لتر ديال الكريمه مع 200 غرام ديال الجبن خرجت لي 6 العلب، 6 العلب عامرين. بالنسبه لهنا لهاد الطبقه الاخيره، بعض المرات كنخدم بكاناش الشوكولا اولا صوص ديال الشوكولا كنديرو كطبقه يعني اخيره، غير هو اللي خدمته بالشكلاط، ما تخدموش بكالا. نصيحه، كالا كيخسر المذاق ديال هاد التحليه، ما كيجيش زوين. خدموا بشوكولا نوعيه زوينه، تقدروا تخلطوا الغيش مع الانغوباج. المهم كيبقى على حسب الكليان ديالكم. انا درت هكا غير تزيين بسيط كيف ما كتشوفوا، طريقه اللي هي سهله. الثمن كيتحسبوا ابتداء من 17 درهم، وانتم طالعين على حسب الاضافات اللي نتوما كتضيفوا في التحليات وعلى حسب العبارات ديال العلب. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وخليتكم على خير ان شاء الله حتى الفيديو قادم.